هل التسعير عادل؟ الحقيقه هو التسعير في اي حته مش عادل. يعني ممكن نلاقي دكتور بتتوافر فيه كل الحاجات اللي انا قلتها ديت، استشاري في تخصص دقيق وبيجيده جدا اكثر من اي حد. بص تلاقي حد صغير جدا مهارته قليله، خبرته مش عاليه، بيطلب ارقام اكتر منه، والناس بتروح له اكتر من الراجل الاستشاري اللي بقاله 25 سنه شغال. وده ليه؟ لان مساله عرض وطلب. سوق الطبي بيخضع لقواعد العرض والطلب زيه زي اي سوق، بغض النظر عن الحته الانسانيه وبغض النظر عن ظروف المريض. دي حاجات تقديريه بترجع بيرسونال، يعني بترجع للشخص نفسه بيقدرها ازاي ويقدر يعملها فين. هل يقدر يعملها في مستشفى حكومي؟ هل يقدر يعملها في مستشفى خاص بس يعني مش عاليه قوي؟ هل لازم يعملها في مستشفى فيها تجهيزات ضخمه جدا؟ بتختلف. والتسعير في الحقن المجهري بالذات للاسف، حتى قواعد العرض والطلب لو وصلنا لاقل درجات العرض والطلب في الحقن المجهري، لازم الحقن المجهري يكون اسعاره عاليه جدا. ليه؟ لان الحقن المجهري عباره عن خطوات صغيره ومراحل صغيره بتتركب على بعضها علشان في الاخر تدي لك عمليه الحقن المجهري. الخطوات دي من ضمنها الحقن بتاعه التنشيط، من ضمنها تجهيز المريضه بادويه معينه قبل التنشيط، من ضمنها المستهلكات اللي بنستخدمها في العمليه. حقن التنشيط ممكن مريضه تاخد حقن ب 20,000 جنيه وممكن مريضه تاخد حقن ب 40,000 جنيه. المستهلكات جوه العمليات، في مريضه ممكن تستهلك مستهلكات ب5-6,000 جنيه، وفي مريضة ممكن تستهلك مستهلكات ب16-17-18,000 جنيه. الأدوية اللي بتحتاجها بعد العملية مش كل الناس زي بعضها.